بتبعد، تسألني أسئلة مليانة شك، وتفتش في كل تفاصيل يومي. في الأول افتكرت غيرة، بس بعد كده عرفت إن اللي كنت فاكرها حب كان بس وهم. وحشني. معاكم رانيا، فضفضة قلبي مع رنوش. هنبدأ النهاردة فضفضة جديدة وحكاية جديدة، يا رب تكون بنتكلم مع بعض وبنحكي مع بعض، وإن شاء الله يكون القناة عجباكم. ويا ريت تدوسوا تشتركوا لي في القناة وتفعلوا زر الجرس. والنهاردة معانا فضفضة جديدة. أصعب حاجة في الحياة لما الشخص اللي كنت بتفتكر إنه أقرب ليك يتحول في ثانية لأكتر حد غريب وقاسي عليك. والأصعب إنك تبقى موجوع ومفيش حد سمع صوت الوجع غيرك. أنا كنت شاب عادي، عندي طموح، أحلام، وبحاول أثبت نفسي، لكن كنت دايما لوحدي، مفيش حضن أرجع له ولا كلمة تطمني. لحد ما عرفتها، كانت مختلفة عن بقية البنات. كانت بتسمعني، بتطبطب عليا بكلمة، وتديني أمل في بكرة. كنت كل يوم بصحى الصبح علشان أبعت لها صباح الخير قبل ما حتى أفتح عينيا. ده حب جميل. لكن في يوم ما بدأت أنجح شوية بدأت تتغير. بقت بتبعد، تسألني أسئلة مليانة شك، وتفتش في كل تفاصيل يومي. في الأول افتكرت غيرة، بس بعد كده عرفت إن اللي كنت فاكرها حب كان بس وهم. أنت كنت فين؟ ليه ما ردتش؟ فين البنت اللي علقت على صورتك؟ دي غيرة، وغيرة زيادة. بدأت أحس إن قلبي مش مرتاح، بس كنت بحاول أمسك في آخر حتة دفى في قلبها، يمكن ترجع، يمكن تفهمني. وفي عز خوفي لما فقدت شغلي فجأة وحسيت إن الدنيا وقعت عليا، رحت لها، قلت أنا محتاج لك. ظهري اتكسر، أنا ماليش في الكلام ده. كل مرة تقع وتجيلي تبكي، تشيلني مسؤوليتك. أنا تعبت. أنا اللي كنت بشتغل عشان أحقق لها أحلامها. أنا اللي كنت بديها كل حاجة حتى قبل نفسي. يومها مشيت وسابت قلبي عندها. بس من يومها اتعلمت أهم درس في حياتي: محدش يستاهل تبني عليه دنيتك إلا لو هو كمان شايفك دنيا كاملة. يعني أنا ما ينفعش أبني دنيتي على حد هو مش شايفني. اتعلمت أقف على رجلي، أداوي نفسي بإيدي. ما بقتش أستنى حضن ولا كلمة من حد، ولا حتى اهتمام. بقيت أنا وسندي الوحيد لربنا. لو أنت كمان اتخذلت من أقرب الناس ليك ما تزعلش، لأن ربنا بعدهم عنك علشان يعلمك إنك أقوى، وإنك مش محتاج غير نفسك. ومهما اتكسرت هتقوم من تاني، ومهما بعد ربنا دايما أقرب. كنت فاكرها كل دنيتي، بس أول ما وقعت كانت أول حد سابني لوحدي. لو أنت كمان اتخذلت اسمع القصة دي للآخر، هتلمس وجعك بس هتديك قوة تقوم من جديد. ده طبعا واحدة قاسية، واحدة خدت منك كل حاجة. يعني فعلا ممكن وقعت وجاي بتفضفض لها شوية، فيها ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ما تقف جنبك مرة واثنين وثلاثة، ما دام انت بني ادم من جواك كويس، وهي واثقة اللي انت بتحبها حب بجد، مش اللي انت بتلعب بيها. دي بني ادمة ما تستهلكش، وما تبكيش عليها. يمكن ربنا عمل كده عشان هو مخبي لك حاجة احسن منها. وارمي همولك على ربنا، وربنا كبير وهيقف جنبك وهيعوضك خير ان شاء الله. ده رأيي، واستنى رأيكم ان شاء الله على الكومنتات. ويا رب تكون القصة عجبتكم. ومعاكم فضفضة قلب مع رنوش. مع